بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث رئيس تايلاند السيد يونغلاك شيناواترا ورئيس تركيا السيد عبد الله جول ورئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس بعثوا ببرقيات التهاني بمناسبة عيد الاستقلال. وأعرب الرؤساء عن تمنياتهم بالسلام والازدهار للشعب الإريتري ودوام الصحة للرئيس سياس أفورقي. وأوضح رئيس جمهورية تركيا السيد عبد الله جول عن ثقته التامة في تطور علاقات البلدين. احتفلت الجالية الإريترية في مختلف المدن الألمانية بالذكرى 22 للاستقلال، وشارك في الاحتفال الذي نظم في مدينة شتوتغارت بشباب الجبهة الشعبية ومدرسة الأمة، وقدمت في الحفل العديد من العروض الرياضية والفقرات الفنية والتراثية. وألقى سعادة السفير إريتريا في ألمانيا السيد بيتروس أجايا كلمة في الحفل دعا فيها الحضور إلى تعزيز مشاركتهم في البرامج التنموية، كما وزع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية التي أقيمت بمناسبة أعياد الاستقلال. وألقى رئيس الجالية الإريترية في شتوتغارت وضواحيها السيد جبرتنسي جبرزجي كلمة تنويرية حول مسيرة 22 عاما من الاستقلال. وأكد المقيمون في مدينة هايدلبرغ تعزيز مشاركتهم في البرامج التنموية الجارية بالبلاد. وفي ذات السياق اختتم المهرجان الرياضي للأطفال بمدينة شتوتغارت، والذي ضم 22 فريقا رياضيا من أطفال الجالية الإريترية بألمانيا والسويد وسويسرا. وأشار قنصل إريتريا في برلين السيد يوهانس والدو إلى أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات الرياضية في خلق جيل واعي. احتفل أفراد قوات الدفاع الإريترية بإقليم جنوب البحر الأحمر المرابطون في حماية السيادة الوطنية بالذكرى 22 للاستقلال المجيد. وأكد المحتفلون عن استعدادهم التام لتعزيز مشاركتهم في البرامج التنموية الجارية بالبلاد. وأوضح كل من إدريس محمد وجرماي قلتا أن 24 من مايو يعتبر عيد ميلاد للشعب الإريتري، بينما أشار كل من محمد نور عثمان وجابري إزجابيهير إلى عظمة ومكانة ذكرى الاستقلال. أوضح سكان بلدة عرزة عن تحسن أوضاعهم خلال 22 عاما الماضية من عمر الاستقلال، وذلك بفضل نشر مؤسسات الخدمات الاجتماعية في المنطقة بشكل تدريجي. وأشاروا إلى معاناتهم السابقة بسبب عدم توفر الخدمات الاجتماعية، موظفين بتمتعهم الآن بخدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية كنتائج لجهود الدولة في تضييق الهوة بين المدن والأرياف. وأكد السيدان تخلي جبر ميكائيل ويمان تولي من سكان البلدة بحدوث تغيرات ملموسة في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية بفضل تقوية تأطيرهم في تنفيذ البرامج التنموية التي جرت بالمنطقة خلال السنوات القليلة الماضية. كما أوضحت السيدة سلام تسفاي حدوث نهضة تجارية في البلدة، مما يبشر بقدها المشرق، مشيرة إلى تفعيل دورهم في جميع البرامج التنموية المنتظمة بالمنطقة. ومن جهتها أمنت مديرة بلدة عرزة السيدة ملئتيتس أجاية أمنت على الدور الكبير للمحلات التجارية في تطوير البلدة بشكل عام. هذا ويبلغ عدد سكان بلدة عرزة نحو 9000 شخص، وتضم قرى عد قردة وعد بياني وعد نأمن ودنب حنس. يقوم سكان ليبنا بمديرية حمل مالو بنفير لحماية التربة وحفظ المياه، وكذا أنشطة حماية الأشجار المعمرة والحياة البرية. وقال مدير ضاحية ليبنا السيد ماتيوس لوغاس أن السكان يقومون ببناء المدرجات والحواجز المائية عبر العمل 3 أيام في الأسبوع، موضحا النتائج الإيجابية لحماية الأشجار في استقرار البيئة. وذكر السيد إبراهيم محمد جمع والسيد حامد ياسين المشاركان في النفير أن المدرجات والحواجز التي يقوم بها ستساعد على توجيه السيول المنحدرة من الجبال المحيطة إلى مزارعهم. وأشارت كل من السيدة من يسر إسماعيل والسيد سليمان إسماعيل أن تجارب العام الماضي كانت دافعا قويا للعمل الذي يقومون به حاليا، مؤكدين مواصلة العمل حتى حلول موسم الزراعة. وأوضح مدير مديرية حمل مالو السيد فتوي قبر مسقل القيام بأنشطة النفير في ضواحي المديرية الأخرى بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتحسين معيشة السكان.
مواصلة للتبرعات الخاصة بأسر الشهداء، تبرع المواطنون في الخارج والداخل بأكثر من 21 ألف دولار وأكثر من 4000 يورو و20 ألف نقفة، وذلك وفقا لما أشارت إليه وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وقامت مجموعة أمانة الشهداء بالسويد واتحاد المرأة بالسويد والأفراد بالتبرع ب20,666 دولار، بينما تبرع أعضاء الجمعية الإريترية في توبنغن وضواحيها بألمانيا لرعاية 4 من أسر الشهداء بواقع 2400 يورو، بينما تبرعت السيدة مآزة نقاش لصندوق أسر الشهداء ب1500 يورو، كما تبرعت أسرة الأستاذ إيوبر آيا بمبلغ 20,000 نقفة. وأوصى المتبرعون في الخارج بضرورة مساهمة الشعب في صندوق أسر الشهداء. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونعود إليكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، صرح زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية أبو بكر شكاوى أن الجيش النيجيري يعاني من ضعف كبير. جاء ذلك التصريح في شريط فيديو صدر في 29 من الشهر الجاري. وأضاف زعيم حركة بوكو حرام أن الجيش النيجيري خلال 4 أعوام الماضية أصيب بضعف في القدرات العسكرية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الهجمات التي شنتها حركة بوكو حرام. وأضاف زعيم حركة بوكو حرام أن الحركة ستعزز من شن هجماتها ضد القوات النيجيرية المسلحة. وكان الجيش النيجيري قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن جنوده قتلوا 3 من أعضاء حركة بوكو حرام واعتقلوا 25 آخرين في شمال البلاد بعد أسبوعين من الحملة التي يشنها الجيش على الحركة، بينما قال الرئيس النيجيري السابق أن على بلاده أن تبحث في جذور مشكلة الجماعة قبل حلها. يذكر أن جماعة بوكو حرام بدأت نشاطها عام 2009 في الشمال النيجيري، واستهدفت عملياتها مراكزا للشرطة ومدارس ومؤسسات دينية. قال 3 من مسؤولي الأمن في باكستان أن ولي الرحمن الرجل الثاني في حركة طالبان الباكستانية قتل يوم أمس الأربعاء في هجوم بطائرة أمريكية بلا طيار في منطقة وزيرستان الشمالية، فيما سيوجه ضربة كبيرة في المعركة ضد المتشددين. وذكر مسؤولون أمنيون أن قارة بطائرة أمريكية بلا طيار قتلت 7 أشخاص من بينهم ولي الرحمن في أول هجوم بطائرة بلا طيار منذ انتخابات 11 من مايو، والتي كان فيها استخدام هذه الطائرات غير المأهولة إحدى القضايا الرئيسية. وكان مسؤول كبير في الجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان الجنوبية القبلية معقل حركة طالبان الباكستانية قد صرح في ديسمبر الماضي بأنه كان من المقرر أن يحل ولي الرحمن محل حكيم الله محسود كقائد للحركة. الجدير بالذكر أن طالبان الباكستانية قد شنت طوال الفترة الماضية هجمات مدمرة ضد الجيش الباكستاني والمدنيين. قال مسؤولون محليون أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه يوم أمس الأربعاء عند بوابة مقر الصليب الأحمر في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان، وأن مسلحين آخرين دخل المبنى. وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ننقهار أن قوات الأمن الأفغانية تقاتل المهاجمين داخل مبنى الصليب الأحمر، وقد تصاعد الدخان الأسود من المبنى بعد الانفجار وسمع إطلاق كثيف للنيران. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أنه تم إجلاء 6 أجانب يعملون في المقر. وأفاد متحدث في مقر الصليب الأحمر في جنيف أن المنظمة على اتصال مع مكتب جلال أباد الذي يعمل به أيضا عشرات الموظفين الأفغان. وقد جاء الهجوم قبل مضي أقل من أسبوع على مهاجمة متمردين لمكتب منظمة الهجرة الدولية في كابول، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 أجانب من عمال المساعدات. وتعد عملية الصليب الأحمر في أفغانستان البالغ حجمها 90 مليون دولار سنويا هي أكبر عمليات المنظمة في العالم. قالت الشرطة البريطانية أن رجلا مثل أمام محكمة في لندن اليوم الخميس لاتهامه بقتل جنديا بريطانيا بإحدى شوارع لندن في وضح النهار الأسبوع الماضي. واتهمت الشرطة مايكل إيدوبالي بقتل الجندي لي ريغي البالغ من العمر 25 عاما. ووجه الاتهام إلى إيدوبالي بعد فترة قصيرة من مغادرته للمستشفى
حيث أمضى الأسبوع الماضي بعد أن أطلقت الشرطة عليه الرصاص. وكانت قد ألقت الشرطة القبض على أديبالي في موقع الهجوم بعد أن أطلقت عليه الرصاص، حيث اتهمته بحيازة سلاح ناري. وظل رهن الاحتجاز منذ توقيفه، وما زال رجل ثاني وهو مايكل أديبلاجو رهن الاعتقال أيضا وفي حالة مستقرة بالمستشفى. تكافح قوات الأمن بصعوبة للسيطرة على العصابات البوذية التي أحرقت منازل المسلمين يوم أمس الأربعاء لليوم الثاني في مدينة لاشيو بشمال ماينمار، في تصاعد خطير لعنف القوميين البوذيين المتشددين. وجاب العشرات من الشبان والصبيان المدينة التي يعيش بها 130 ألف نسمة على دراجات نارية ومشيا على الأقدام، وهم ينشدون أغاني قومية بعد يوم من إضرام النار في مسجد ومدرسة دينية. وقال متحدث باسم الرئيس ثين سين على موقع فيسبوك أن شخصا واحدا قتل وأصيب 4 في الاشتباكات. وقال أن الشرطة أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المشاغبين. وتشير هذه الأعمال إلى العنف الذي تشهده هذه المدينة التي تقع في منطقة جبلية على بعد نحو 700 كيلومتر من العاصمة التجارية يانغون. الجدير بالذكر أن الاضطرابات الطائفية كانت قد اندلعت في ولاية راخين الغربية العام الماضي، ثم انتشرت إلى وسط البلاد ومناطق بالقرب من يانغون هذا العام. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.